كنت في الكويت اخذ لي مجموعه من الشباب قبل طبعا ما اتعمم وكذا، اجرهم من بعد صلاه المغرب الى صلاه الصبح ثاني يوم، ليله كامله كل واحد عينه تطلع مسكين. كنا نروح نطبع نشرات شيعيه رافضيه هالشكل يعني مرتبه، قبلها مجله المنبر، قبل مجله المنبر نروح اجرهم كلهم سياره واحده، ما متزوجين ما عندهم شغله، خلي طول الليل يكون سهران، نقول له يلا وجهاد ويلا وروح وتعال، ونروح مناطق البكريه نسوي مسح كامل. كل بيت هم عندهم صناديق الجرايد هاي بالكويت ماكو، نروح نذبيها النشر، نروح نذبها النشر. احنا طريقتنا هالشكل، احنا اقتحام اكتساح، هاي طريقه خدام المهدي عليه السلام هالشكل، اقتحام اكتساح. صحيح طلعت عيونهم، صحيح بعضهم بكى اصلا من هالقد تعب ارهاق، تدري ايش قد كلش صعب ترى مسح منطقه كامله وانه توزع، كلش كان صعب. طبعا ليش كنا نروح بالليل؟ لانه بالنهار منو يتحمل حراره، الكويت هذه مو لندن هنا براد وتكييف من الله، لا هناك ما تتحمل، حتى بالليل كان واحد يعني يتعب ويخيس عرق يصير. فكنا نروح هالشكل. اذا يصير هالشكل امكانيات يصير مسح كامل، ايش قد يعجبني. هسه مثلا في مصر المفروض يصير مسح كامل، 90 مليون كل واحد منهم لازم يوصل له كتاب شيعي، هذا الكتيب خلينا نقول اللي هو مقدمه التشيع. أما بالكتيب واحد لازم يخليه، هذا تردد القناه فدك، هذا تردد قناه صوت العتره عليهم السلام، حتى يتابع مواقع الانترنت حتى يتابع. يعني نحتاج بس هذه الومضة التي تجرهم إلى الإسلام الحق، شيء يجيبه فقط. ما لازم فقط نكتفي بقضية القنوات الفضائية للعلم، قنوات فضائية تقوم بدور عظيم الآن بحمد الله تعالى، ولكن هم نحتاج، ما زلنا نحتاج للكتاب.